السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض العرقسوس. العرقسوس الخطير ملوش حل. النهارده هنتكلم على العرقسوس، فوائده كبيرة جدا. حلو جدا في كوليسترول الدم، حلو في الجهاز الهضمي، حلو في الأمراض الجلدية، حلو مضر للبول، حلو حتى في التخسيس، حلو في الرشح والسعال وحاجات البرد. يعني ليه فوائد رهيبة. هنعمله النهارده بطريقة سهلة خالص وما فيهوش أي حاجة. ده العرقسوس اللي الناس ما تعرفوش، بيبقى عامل زي البودر كده. تمام. ودي بيكربونات صوديوم. هنحط رشة خفيفة خالص، حاجة كده على طرف المعلقة. خلاص. وهنحط جنبنا حوالي نص كوباية مية. يعني ننزل منها كده حاجة بسيطة كده، سقسقة كده، حاجة بسيطة خالص. وندعك فيه جامد. أهم حاجة عملية الفرك دي، علشان خاطر دي عملية التخمير بتاعة العرقسوس. أهم حاجة إن احنا نخمر العرقسوس. طبعا بندعكه كويس جدا وبأقل كمية مية ممكنة. دول حوالي 4 معالق، ال4 معالق دول يعملوا لي كمية حلوة يعني. خلاص. بقى ندعكه لحد ما بقى بالشكل ده البني ده. تمام. وهنسيبه، انا عملته من بعد السحور، وهسيبه لحد تاني يوم. تمام. واغطيه تمام بحاجة كويسة. وهلاقيه تاني يوم اسود كده ونشف معايا بقى بالشكل ده. خلاص. هجيب بقى شاشة قماشة تمام نضيفة بالشكل ده وليكن كده، وهربطها زي الاشارب كده، رابطة كده حوالين الشفشق، علشان خاطر لا ايدك تتوسخ ولا تستخدمي اي حاجة. كأنها مصفى، ولكن مصفى دقيقة، مش هتنزل ولا اي حاجة من التفل. دي حاجة سهلة خالص في العصر، وفي نفس الوقت مش هتنزلك ولا اي حاجة من العرقسوس. هتخلولك صافي جدا وما فيهوش اي تفل. وحطي بقى المية بتاعتك، هتحطي حوالي معاكي كده ازازة 2 لتر. تمام. وتفضلي تنزلي وايدك بالمعلقة كده، تحاولي تقلبي فيه لحد ما ينزل كل العصارة اللي فيه وما يبقاش فيه ولا اي حاجة. وبعدين هتشيلي القماشة دي، تعصريها، وخلاص خلص. وسهل جدا ومفيهوش اي حاجة، من غير ما تلمسيه ولا توسخي حاجات كتير ولا اي حاجة خالص. دي طريقة سهلة في انك ازاي تصفي العرقسوس. وهتلاقي طبعا طعمه مفيش احلى كده. شايفين اللون بتاعه عامل ازاي؟ غامق وجميل، تخمر كويس. شايفين الرغوة؟ تحفة. ولا اجدعها بتاع عرقسوس في الشارع. وطبعا طبيعي وحاجة عاملاها في بيتك ونضيفة. ما نعرفش اللي بره ده مصدره ايه وبيلونوه بايه وبيخلوه اسود ازاي. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. ان شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.